سلام ومرحبا بكم معايا في انه فيديو اللي اول مره كيشوف القناه. معك جيهان. باقي مكملين في السلسله ديال الكريمات. الناس اللي متابعين معايا قلت غنصايب واحد لا كريم مولفه كنصايبها. صراحه شحال هادي ما صايبتهاش، قلت غنصايبها علاش ما نصايبهاش معكم. المهم كنت غنفيلمي ليكم في الدار، ولكن المهم انا كنفيلمي معكم هنا. المهم اليوم غادي نعلمك كيفاش ديري تصايبي كريم اونتي تاش، اونتي امبيرفيكسيون، اونتي بيغمونطاسيون، يعني كتعالج جميع مشاكل البشره. ما كنهضرش على الحبوب، ماشي الحبوب وانما اثار ديال الحبوب. كتعالج ديال الكلف الناتج عن ضربات الشمس، الكلف الناتج عن تناول بعض الادويه، والكلف الناتج عن تناول اقراص منع الحمل، بالاضافه للكلف او الاعطاب اعطاب قولي لي السياره. الاعطاب اللي ممكن انها اولا الضرر اللي كيكون نتج ليا على البشره ديالي، على مستوى البشره ديالي. اذا كنت ما تعاملتش معها مزيان اولا خدمت شي حاجه اللي انا ما مولفاش كنخدم، خرجت ليا شي حاجه اللي ما عجبتنيش صافا. المهم غادي نعلمك كي ديري تصايبي كريم اونتي تاش في الدار. عارفين ان لي كريم اونتي تاش غاليين بزاف. المهم هذه كريمه اللي شنو نقول ايفيكاس، كتقضي يعني كتصفي البشره، كتعطي واحد ليكلا، كتعطي واحد لابونمين، كتفتح بواحد الطريقه اللي غريبه وعجيبه. هذا المكون هذا كيتسمى ولا يعادل الذهب الاحمر، يباع في المتاجر ديال الذهب. هو زعفران شعره ولا الزعفران الحر، نتمنى يكون كيبان. المهم زعفران شعره اولا زعفران حر. غنقول لك كيفاش ديري تخدميه. غير قبل ما هادشي كامل، يمكن اذا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه نتمنى انك تشتركي، تفعلي زر الجرس وتضغطي اللايك بطبيعه الحال اذا كيعجبك الفيديو اللي كنزل. بالنسبه لكريم اونتي تاش كان فايت مني حطيت لكم شي حاجه يمكن ديال لا روش بوزي، كلاسكين، كلارين، المهم شحال من حاجه. انا بالنسبه لي هاد الطريقه هذه كنعتمدها، ماشي جبتها من عندي، ماشي شفتها عند شي حد. انا بالنسبه لي الناس اللي ما كيعرفونيش فانا كنتمي لمنطقه جبليه، جبال الاطلس بالضبط. المهم هذه وصفه، مهم كبرت كنشوف النساء اولا العيالات كيعطيوها للمراه من يلاه كتولد اولا النفيسه، باش هكا كتعادل، كتفتح وكتعادل الميلانين وداك لي طروب اللي كيكونوا لي طروب الهرمونال اللي كيكونوا داروا ليها لي طاش على نيفو ديال الوجه. المهم كيكونوا كيعطيوها لها في الفتره ديال النفاس، وكانوا كيخدموها، تصوروا انهم كانوا كيخدموها في واحد لاكريم ارخص ما يكون، كريمه ديال اليدين كانوا كيخدموا بها. هذا الزعفران شعره، وصراحه كانت كتكون نتائج اللي زوينه. انا جبت لي بواط ديالي باش تعرفوا، شوفوا الدليل انني انا راه كنديرها. المهم كنبقى مره كنعكس، مره كنصايبها. هما البويطات ديالي خواو، جيت خارجه وحسوا معايا في الصاك وجيت جايه، عرفت راه غنفيلمي لكم. المهم بالنسبه للزعفران الحر نقول لكم بعدا الفوائد ديالو، كيف ما ديما كنهضر لكم على كل شيء. بالنسبه للزعفران الحر عنده اش نقول لكم. بالنسبه للمكونات اذا جيت نحسبهم ما غاديش يكفاني فيديو واحد. بالنسبه للمكونات فتبارك الله كيحتوي على اكثر من 150 ماده اولا اكثر من 150 عنصر. الليفي ديالو ولا البلايص اللي كيخدم ليا في الذات، فثلاثه ديال لي سيستيم ولا ثلاثه ديال الانظمه بالضبط. عندي اولا الاجهزه، عندي الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والبولي، هادو كيدخلوا في خانه واحده. بالنسبه للجهاز العصبي هذا بالنسبه للناس اللي يبغيو ياخذوه انفيزيون ولا تيزان ولا منقوع، يعني غير بوحديته في الماء سخون، كيكون كيعالج ليا المشاكل ديال النوم والارق، كيكون كيعالج العصبيه اولا التقليقه، داك القلق بزاف ولا الشعور ولا الاحساس بالاكتئاب. هو كيعادل هذاك المسائل، يعني كيحيد ليا داك الشعور. مهم مع الاستعمال المداوم بطبيعه الحال. المهم نهار زعما اللي ما يجيكش النعاس ديري واحد شي شويه، واحد الغريري فيه شي شويه شي شعيرات ديال زعفران شعره وشربي وغتنعسي. بالنسبه للجهاز الهضمي كينظم ليا الهضم، كينظم ايضا الناس اللي عندهم صعوبه ديال الهضم، كيكون عندهم لي غاز على مستوى المصارن او المستوى ديال الامعاء، كيكونوا عندهم لي غاز. بالنسبه للجهاز التناسلي والبولي فاش نقول لكم، خصوصا النساء، خصوصا زعما البنات اللي كيكون عندهم الحريق على مستوى البول ولا هي هذيك. المهم يدير البول بسلاسه، كيحيد داك الحريق ملي كيكون يوازن ملي كيكون لي طروبل هرمونال او طروبل هرمونو او لا تخربيقه في الهرمونات كي كنقولوا. يعني ملي كيكونوا عندي لي غيبل ما منتظمينش ولا كيكون فيهم الوجع الزايد، هذا كيعادل حتى هو كيحيد هذه المسائل هذه. المهم قول لي المهم خلينا ماشي كامل، حنا ما غاديش ناخذ التيزان، المهم هذه غير المهم حويجات وصافي. اما اذا جيت نهضر غير على الزعفران الحر بوحدو، زعفران شعره، فما غاديش يكفاني فيديو، راكم عارفين انا اصلا عندي نهضر. المهم
الطريقه باش كتخدمي انك مهم تكوني وجدتيه قبل، مهم واحد الساعتين ولا 3 يطلق، عاد من بعد ممكن انك تخدميه. واحد الحاجه اللي بغيتكم تعرفوا انه بما انه ماده حيويه فراه دغيا كيضيع، دغيا يعني كيتفاعل. نحاول نخدم كميه ديال اسبوع فقط، بحال انا كما كندير. المهم كنخلط شي شويه حتى وكان كيتسالى لي وكنولي نعاود. وكي قلت لك غنوريك كي ديري تردي كريم عاديه، كريم اونتي تاش اونتي امبيرفيكسيون او اونتي بيغمونطاسيون. هي شنو غديري؟ غتاخدي اي كريمه كتناسب مع وجهك، كريمه مرطبه عاديه جدا، الكريمه اللي مولفه كترطبي بها الوجه ديالك مورا الدوش ولا قبل من ليكرون ولا في الصباح ولا في الليل ملي تغسلي وجهك بالجيل نيطوايون. المهم الكريمه اللي نتيا موالفه. بالنسبه ليا انا غادي نخدم غاسين فيتا، هي هذه. راه فايت ليا وريتها لكم يمكن في الروتين. نشوف يمكن في الروتين ديالي في الاعتناء بالبشره يمكن، وكنت صورتها معكم. المهم راه فايت لي هضرت لكم عليها. المهم هذه كريم هيدغاطونت غيش بلاسيد هيالورونيك وبلا فيتامين اي. صافي يعني كترطب وكتحيد داك لي غيد ولا اونتي غيد بواحد الطريقه اللي هي مخفيه، هي غير كريم مرطب بطبيعه الحال. باش غنزيد ليها العنصر الاخر اللي هو الزعفران شعره، كنردها كريمه اللي غنيه بزاف مفتحه لواحد الدرجه ما تصورش. وغير جربوا وغادي تشوفوا. انا اصلا كي قلت لكم المهم شفت وجهي ما عجبنيش اصلا هذه الفتره الاخرى، راه ما كان المهم ما كنعتنيش به كيف ما خصو يكون. زعما ما كنديرش بزاف ديال لي ماسك، ما كان هادي، ما كان المهم بزاف ديال الحويجات. وقلت علاش لا نولي نصايبها. الله يهديني. كي قلت لك غير تبداي تخدميها واحد 3 أو 4 ديال المرات غتلاحظي الفرق. بالنسبه للوقت اللي تعكزي ولا كيف ما كندير انا كنعكز، كندير واحد الكميه اللي صغيره هكا. ما بغيتش نروبن الدنيا ما بغيتش نروبن. المهم كندير واحد الكميه اللي شي شويه فوق اليد ديالي، وواحد جوج شعيرات، وكنحاول انني نخلطهم بحال هكا ونابليكيهم على الوجه ديالي. صافي الصباح كتغسلي لو جيل نيطوايون من اول ليله كيبان لك الفرق. هانتو يا اختي راه عطيتكم السر ديال البنات ديال المنطقه ديالي، بنات الاطلس. وبالنسبه ليا انا المهم ملي كتبغي ديري كميه اللي شي شويه، المهم كديري لك المهم كي قلت لك 10 ايام، المهم سيمانه 10 ايام حاولي ما تفوتيهاش. هذه اصلا مشات ساله قلت نكملها. بحال هكا كتكون راه كديريها بهذوك الشعيرات دوك الخويطات حتى ما كديريهم فوق الوجه ديالك، ما كاينش مشكل. المهم انا باش ما نلونش الدنيا حتى وكنمشي للدار عاد نصايب على خاطري. كيقول لكم باش ما تضيع لكمش دغيا، ردوا البال لواحد المساله. هاد الشعيرات هادو قبل ما نديروهم في لاكريم نحاول انني نديرهم في واحد المعلقه هكا، راه ماشي شي كميه اللي كبيره، وبحسب نتوما مهم عندكم ميزانكم بحسب الكميه اللي غتخدموا. المهم بحال انا مثلا لا بزاف بحال هكا، المهم بحال هكا وواحد الكميه هكا. المهم كميه نقولوا ديال معلقه كبيره مثلا، وشي شويه ديال هذا كي قلت لكم كندير في واحد المعلقه، وكنحاول انني نصهدها فوق البوطه غير هكا باش ما يضيعش. ما بحال اللي كنطير منه الندى ما كيبقاش مندي كي كنقولوا. صافي كنديرو في البواطه، كنحرك بشي سباتولا ولا معلقه ولا شي حاجه، وكتسدي عليها ساعتين 3 ديال السوايع كتبداي تخدمي بها حتى وكان كتسالي وكتعاودي تصايبي وحده اخرى. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم، غير اعتمدوها وراه على حسابي. يمكن راه ما عمري ما قلت لكم شي حاجه ورجع ليا الروتور نيجاتيف ولا الفيدباك نيجاتيف كي كنقولوا. ما عمر الصراحه البنات ما قالوا لي شي حاجه ما خدمت لهمش ولا هذا. بطبيعه الحال كنشارك معكم الحوايج اللي انا كنعرف والحوايج اللي انا مجربه كي كنقول لكم ديما، واللي كنشوف واللي كننصح بهم الناس. نتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في راحه الله، وخليت لكم راحه الله، وحتى الفيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله.